ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. لما نيجي نسأل نفسنا دلوقتي عن السنة اللي تم تصنيفها كالأسوأ على مدار تاريخ البشرية، البعض فيكم ممكن يقول ان هي كانت سنة 1349 لما الطاعون الاسود مع حوالي نص اوروبا، او مثلا سنة 1918 لما الانفلونزا قتلت من 50 ل 100 مليون شخص تقريبا. لكن مؤرخ العصور الوسطى وعالم الآثار المشهور مايكل ماركونيك بيرجح إنها كانت سنة 536، واللي كان ليها تأثير سيء بشكل ملحوظ على مدى العقود اللي جت بعد كده. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن السنة دي بالتفصيل، بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والقصة بدأت لما المؤرخ البيزنطي اللي كان اسمه بيوكوبيوس لاحظ أثناء عمله مع المستشار العسكري للإمبراطور البيزنطي بيلاسوروس وجود بعض المشاكل في الهواء أثناء سفره مع رئيسه في جزيرة صقلية سنة 536. فهو سجل إن الشمس كانت معتمة ومظلمة لفترة تعدت السنة، بالإضافة لوجود البرودة والضباب والجليد في منتصف فصل الصيف، وقال كمان إن الشتاء ما انتهاش أبدا. وزيادة على كده كمان فالكاتب البيزنطي مايكل السوري كتب بالنص ان الشمس اظلمت واستمر ظلامها لمدة 18 شهر كاملين، وكانت بتشرق كل يوم لمدة 4 ساعات بس تقريبا، والضوء ده لا يزال مجرد ظل ضعيف، وكان في سحابة داكنة فوق كل الكرة الأرضية واللي ظلمت السماء لمدة عام كامل على الأقل. والكل أعلن إن الشمس مش هتستعيد إضاءتها الكاملة أبدا مرة تانية، والباحثين اكتشفوا فيما بعد وجود بعض الأدلة عن ثوران بركاني هائل، واللي من المحتمل رماده يكون هو المساهم الرئيسي دونا عن كل الأمطار في نشر الدمار والخراب على النطاق العالمي، واللي أدى لظهور المجاعة فيما بعد. فعلم الأحياء الأساسي بيعلمنا إن النباتات بتحتاج للشمس لمساعدتها في نموهم وبقائهم على قيد الحياة، وبالتالي عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة طول المدة دي أدى لنقص المحاصيل وانتشار الجوع بين البشر. ده غير ان درجة حرارة الارض انخفضت من ما بين 1.6 ل 2.5 درجة مئوية، وده اللي ادى لندرة المحاصيل على نطاق واسع، وخصوصا في بلدة الياند اللي عانت من استنفاذ رهيب للطعام الخاص بيها، واللي اطلقوا عليه لقب ذا بريد فيلر او فساد الخبز. والزيادة على ده كله فكان في طاعون او اتنين واللي قاموا بضرب الاجهزة المناعية اللي كانت محرومة من فيتامين د، ومحدش كان في مأمن من الغزو الرهيب ده، واللي اجتاح البشر كلهم بداية من الطبقات الدنيا على طول الطريق لغاية القصر الإمبراطوري نفسه، واللي أعراضه تم وصفها بقرحة اتشكلت على كف الإيد وتضخم الساق وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة لخروج الصديد كمان. ومع بداية أيام الطاعون بجولات في القسطنطينية بدأت المدينة برمي أقوام من الجثث في البحر. ولما المدينة دي شهدت انتشار طاعون جاستنيان في مطلع أربعينات القرن السادس، يعني بعد حوالي 4 سنين بس من بداية التقلبات المناخية، أمر الإمبراطور جاستنيان وقتها بإخراج الجثث من المدينة. لكن للأسف كل اللي هو عمله هو تعريض المزيد من الناس للمرض، وده طبعا لأن الأشخاص الأصحاء هم الوحيدين اللي كانوا مسؤولين عن حركة جثث الموتى. ويقال ان طاعون جاستنيان ده اللي اتسمى على اسم الامبراطور وقتها اتسبب لوحده في قتل ما لا يقل عن 50 مليون شخص. وفي نفس الوقت لما نروح للصين بقى هنلاقي ان النانشي، وده كان سجل تاريخي من القرن ال16، ذكر ان السما كان بيسقط منها مادة صفراء بتشبه الرماد، لكن العلماء ما قدروش يحددوا في الوقت ده اذا كان هو في الاصل بركاني ولا نتج بس لمجرد بعض التفاعلات المناخية العشوائية الغير مبررة. وتم الإبلاغ عن المزيد من الظواهر من قبل مصادر معاصرة مستقلة، زي إن درجات الحرارة انخفضت جدا في فصل الصيف لدرجة إن التلج كان بيتساقط في شهر أغسطس وفي الصين تحديدا، واللي تسبب في تأخير الحصاد وفشل المحاصيل على نطاق واسع، بالإضافة للجفاف والضباب الكثيف وعدم القدرة حتى على رؤية القمر في الشرق الأوسط والصين وأوروبا كمان. وبناء على حدوث مجموعة من الانفجارات البركانية واللي ممكن تكون من سلفادور وأيسلندا وأمريكا الوسطى، واللي ضخت كمية كبيرة من الرماد والسلفر دioxide أو ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي، واللي أدوا لانخفاض أكبر في الحرارة،
وتسببوا في اضطرابات مجتمعية وأثروا بشكل كبير مع الظلام والبرد على صحة الإنسان ورفاهيته. ودخلنا بعد كده في العصر الجليدي الصغير المتأخر واللي امتد من 536 لسنة 560 تقريبا. وفي وسط كل الأحداث الشنيعة دي كان الوقت مناسب جدا لبدء حرب قديمة وكبيرة. فالإمبراطور جاستنيان حاول إعادة توحيد الغرب والشرق للإمبراطورية الرومانية مرة تانية، لكن يقال إنه أصر على إن اللي نجوا من الطاعون هم اللي يدفعوا ضريبة الحرب دي. لكن ده أدى إلى إن الإمبراطورية البيزنطية فقدت من ما بين 35 ل 55% من سكانها تحديدا سنة 541. وزيادة على كده فالأدلة الأثرية بتشير إلى إن الفيضانات اللي حصلت في بيرو حوالي سنة 540 أدت للقيام بحجرات واسعة النطاق لحضارة الموتش القديمة، واللي اتخلت عن المدن بتاعتها واختفت من التاريخ بعد كده. وبعدين انهار الاقتصاد في أوروبا لأكتر من 100 سنة كاملين. والنتائج والأبحاث اللي توصلوا ليها العلماء تضمنت شظايا من بركان أيسلندي في عينات الجليد الأساسية من الأنهار السويسرية اللي تاريخها بيعود برضه سنة 536. وده طبعا بيأكد الحدث البركاني اللي غطى نصف الكرة الشمالي لظلام غير مسبوق، وده طبعا اللي أدى لحدوث الكوارث العالمية اللي اتكلمنا عنها. وزيادة على كده فالدندروكلونوجيستس أو أطباء الأشجار اتمكنوا حاليا من مقارنة التسلسل الزمني السنوي الجديد للنوى الجليدية للكبريتات البركانية في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية مع التسلسل الزمني لحلقات الأشجار السيبرية اللي بتكون مؤرخة سنويا، وده طبعا من أجل التحقيق في مدى تأثير الانفجار عليها. واكتشفوا ان الصوان تسبب في انخفاض هائل في عرض حلقات الاشجار وسمك جدار الخلية ونسبة الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. لكن اخيرا بعد مرور قرن كامل من الزمن على الاحداث دي كلها السجل الجليدي بدأ يشير لاخبار افضل، واللي اتمثلت في ارتفاع الرصاص سنة 640، وبعدين تم صهر الفضة مع خام الرصاص، وبالتالي زيادة الطلب على المعدن الثمين ده كان علامة من علامات الازدهار والانتعاش الاقتصادي من الضربة اللي ضربته من سنين طويلة. وبكده تقريبا كنا دخلنا على حقبة جديدة مع القدرة على دمج السجلات البيئية فائقة الدقة مع السجلات التاريخية اللي ليها دقة مماثلة. وبالمناسبة من المحتمل أساسا يكون فيه انفجارات بركانية أكتر وكوارث طبيعية وأوبئة تانية حصلت برضه سنة 536، لكن لسه ما تمش اكتشافها لغاية النهاردة. لكن على الأقل أدينا عرفنا دلوقتي ليه البشر ما كانوش بيقدروا في السنة دي تحديدا إنهم يشوفوا ظلهم حتى في عز النهار كمان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.